السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة استوديو الأهلي. ليه محمود عبد المنعم كهربا أفضل مهاجم في الدوري المصري؟ محمود عبد المنعم سليمان المشهور بمحمود عبد المنعم كهربا هو لاعب كرة قدم مصري محترف، شارك مع نادي أفيس البرتغالي بعد مشاكله مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني. حاليا يلعب مع النادي الأهلي المصري. بدأ مسيرته في النادي الأهلي مع الشباب، وأول ما بدأ لعب كرة قدم كان يلعب في نادي إنبي عام 2011 في الدوري المصري. تألق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد بداية مشاركته في المباريات عقب انتهاء فترة الإيقاف التي وقعت عليه من قبل المحكمة الرياضية الدولية بعد أزمته مع نادي الزمالك. كان لمحمود عبد المنعم كهربا الأحقية في المشاركة في المباريات، حيث أرسل مسؤول الولاية خطابا للنادي الأهلي يؤكد من خلاله أحقية مشاركة اللاعب في المباريات بداية من مباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر. أرقام وبطولات محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء في 13 ديسمبر عام 2019. لعب محمود عبد المنعم كهربا 62 مباراة بمثابة 2736 دقيقة لعب، سجل 17 هدف وصنع 9 أهداف، تلقى 8 إنذارات وإنذار أحمر وحيد. عدد البطولات 2 كأس أفريقيا أبطال أفريقيا، 1 سوبر أفريقي، 1 كأس مصر، 1 برونزية كأس العالم. انضم محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي عام 2019 بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف من نادي أفيش البرتغالي عقب فسخ تعاقده مع النادي الزمالك بسبب الأزمات. ودي كان بعض المعلومات اللي قدرنا نجمعها عن محمود عبد المنعم كهربا. طبعا محمود عبد المنعم كهربا لاعب كبير، طبعا هو معشوق جماهير النادي الأهلي، وزي ما جماهير النادي الأهلي بتحبه برضه هو كابوس نادي الزمالك وكابوس جماهير النادي الزمالك. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. متنساش تعمل فيديو لايك وشير وكومنت وتشترك في القناة لو انت مش مشترك وتفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.